السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ من ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة جوزها عايز يتجوز عليها، بتقول حياتنا مستقرة ومفيش أي مشاكل وعندنا بنتين وعمال يزن عليها الحمل تاني. وقلت له خلاص ماشي. ولما حملت وكنت حامل في ولد بس لسه ما ولدتش، وأمه قاعدة في نفس البيت. قلت له مفيش مشاكل، يعني ما زي أي بيت عادي. بس في الاخر يعني ما بنعملش مشاكل وما بنتخانقش، يعني اللي هو العادي كده، انا وامه وانا واخواته وبس، بنحب بعض في الاخر وما رجعنا لبعض. ومخرجينه ايه عن المواضيع دي كلها، عشان شغال وشقيان وما وجعوش دماغه وما يقعدش ينكد عليه لما يجي ولا الكلام ده. فبيقول امه كانت سهرانه، طلعت طلعت تسهر معانا. فهي قاعده هي ابنها، وانا دخلت اعمل لهم فشار واعمل لهم حاجه سخنه وكده. المهم لقيتهم بيتكلموا، فانا يعني استنطت. هو غلط بس انا استنطت. لقيته بيقول لها انا خلصت كل حاجه وخلاص هكتب كتاب، بس انا هقعدها فين؟ خلي مراتي تنزل بالعيال ينزلوا عندك، انت شقتك كبيره وقاعده لوحدك، خليهم ينزلوا يقعدوا عندك وانا اتجوز هنا. قلت له خلاص ايه ماشي. طب هنجيبها لها ازاي؟ قلت له مش عارفه، المهم هنفكر فيها. فبتقول انا كاني جات لي صدمه كده، وقفت اتسمرت في مكاني، بس دماغي بقى راحت في 500 حاجه. طب انا عملت لك ايه عشان تعمل كده؟ مفيش حاجه تستدعي اللي احنا عاملينه. متجوزاك بقالنا 7 سنين ومفيش مشاكل، ويعني الحمد لله الدنيا حلوه، وانت بتخرجنا وتفسحنا وكويس معانا وبتقعد معانا. يعني مفيش اي حاجه تقول انت متضايق مننا ولا من عيالي ولا مني ولا من اي حد. الدنيا حلوه. فبتقول ايه ورحت جبت الحاجه وجيت. بس انا ايه، طب اقلبها في وشهم ولا انا اعمل ايه؟ طيب المهم ايه، قلت اسكت، ايه افكر زي ما هم يفكروا كده، يشتغلوا عليا انا هشتغل عليهم. قلت له خلاص والسهره خلصت ومشي، وقعدنا نهزر ويا حبيبتي ومش يا حبيبتي، مفيش اي حاجه. راح بعدين آه سبته وقمت. دماغي شغاله هتجنن، اقول مش عارف، خايفه اقول لاخواتي ولا اقول لامي، هيقلبوا عليا ويقولوا لي تعالي. طب انا اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ حماتي بقى ايه، نادها لي تاني يوم اخر النهار. ايه يا حبيبتي تعالي، ما نزلتيش؟ تعالي فطرتي؟ فطرت. طب تعالي نتغدى سوا، مش عارفه ايه والكلام ده. بقول لك ايه، انا كبرت ومحدش بيسأل فيا وخايفه اتعب وانا لوحدي، وانتي عارفه انا بحب عيالي